ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده معانا قراءة برج السرطان. نعمل شوية بخور لمولود برج السرطان ونشرب القهوة سوا. صباحكم فل كده ونادي بذكر الله وبالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة تحل بقى العقد وتنفرج بقى الكروب وتقضى بقى الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. نشوف قراءتك النهارده يا سرطان. بس عايزين نطلع بخور من ده. انا اول مره والله استخدمه معاكم يعني، وانا وعدتكم ان اي حاجه جديده هعملها معاكم. حد بيقول لي انت عامله اعلان للبخور. يا ابني لو جيت عند بيتي هتلاقي عند البخور زيها زي التوابل. ما ينفعش تطبخ من غير توابل، ما ينفعش نقعد من غير بخور. انا بس لما فتحت العلبه دي عجبتني قوي، خفت احطها قدام العيال يفكروها شوكولاته. فظيع فظيع. وكل لما بروح بلد جديدة او اول مرة اروح بلد جديدة، بسافر بلد جديدة بشتري منها بخور وبرفانات. انا بقيمها بكده اصلا. يلا نفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي انت فيه وايه الطاقة اللي انت فيها وايه الكلام الجميل ده؟ الكلام الجميل ان احنا دايما هنقول انت مسلم وجهك وامرك لله، عندك دايما سلام نفسي، شايفة ان انت من الاصفياء، قلبك طيب، عندك سكينة فظيعة رعبة الجميع. يعني الله، البخور ده حلو قوي ما شاء الله. السكينة الفظيعة اللي عندك، يا ريتكم معايا وشمين. ده احلى من البرفان اللي انا شارياه. باخد حتتين معايا في الشنطة بقى. السكينة اللي عندك دي سبحان الله رعبة الناس اللي حواليك، وانت مش فاهم ان انت عندك سكينة. انت فاهم ان انت تعبان، جسمك متدغدغ، مش قادر تقوم من النوم، حاسس ان انت تعبان، عندك خمول. انت مش فاهم هو ايه، لكن هي سكينة من عند الله سبحانه وتعالى. لان الفترة ديت في بعض مواليد برج السرطان او 3/4 بيعدوا بمشاكل كتير او بمصاعب كتير او اختبارات كتير. بسم الله. كمان بيقولك انت شخص من كتر ما انت شخص مستقيم او عندك اهداف مستقيمة او تفكيرك حلو، ناس كتير متضايقة منك. خلي بالك في حد هنا، في شخص متربص لك. الشخص ده متربص لك، عايز يأذيك، بيتكلم عنك وحش، ولكن مش بيتكلم بس، الشخص ده عايز يأذيك، متربص لك بالأذية من كتر ما هو متضايق منك، من كتر ما الشخص ده غيران منك ومتضايق منك ومش عارف يحصلك. الشخص ده بيدبر لك لحاجة، فخلي بالكو من شخص مقرب. الشخص ده لازم تخلوا بالكو ويكون عندكم دواعي أمنية من ناحيته. ربنا سبحانه وتعالى هيبعد الضرر عنك، وربنا سبحانه وتعالى هيعطيك خير كبير الفترة اللي جاية. كمان اللي بيقول لي مفيش عندنا مال ومفيش أموال، اقرأوا سورة الواقعة لتحسين الأوضاع المادية بنية الفرج، ونقرأ سورة ياسين، ياسين لما قرأ له بنية الفرج. ولما تلاقي نفسك في ضائقة مالية رهيبة، اخرج صدقة لو 5 جنيه بتقع في ايد ربنا، وربنا بيبعتها لك أضعاف مضاعفة. بس اخرجها بنية الفرج، مش بنية ان اي حاجة تانية. ناس شمتانة فيك، ناس بتتكلم عنك، اللي تعبك ومنيمك كلام الناس. نجمك خفيف وبتتحسد بسرعة، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيهيئك بدري بدري على طول. هتكون مشرق، هيكون لك أعوان للكشف والمشاهدة، هيكون عندك أسرار كبيرة ربنا سبحانه وتعالى هيوريها لك. كمان شايفة ان في حد من حد متوفي، روح متوفية او حد متوفي، الشخص ده حواليك على طول دايما. كمان يا مولود برج السرطان، شايفة ان انت من الاشخاص الحكيمة، عندك حكمة عالية. كمان محدش عارف ياخد خطوة تجاهك. 5 ايام بالظبط بإذن الله وهيكون عندك عمل جديد او هتبدأ شغل جديد. قول اللهم اسألك يا رب
يا رب يا بديع يا باقي يا باعث يا بر بما أودعته في حرف الباء من الأسرار المكنونة والأنوار المخزونة، أن تسخر لي ملائكتك أن يساعدوني فيما أمرتني به، وأن ترضى عني إنك على كل شيء قدير. خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم الفترة ديت انتوا تحت الميكروسكوب قوي. يعني ناس كتيرة حاطة عيونها عليكم، سواء أحباب، سواء أشخاص، سواء ناس بتشتغل معاكم، سواء ناس معارف قديمة، محطوطين تحت الميكروسكوب بطريقة غريبة. لكن ربنا سبحانه وتعالى من امبارح طبعا كان الجمعة، النهاردة السبت 2 مايو باين تهيألي أو 3. امبارح كان الجمعة، النهاردة السبت 3 مايو، النهاردة السبت 3 مايو. امبارح كان الجمعة، حواليك اتحط مثلث بيحميك سبحان الله من ساعة ما بتصحى لحد ما بتنام، ومفيش اي حد بصره هيقع عليك الا لما هيحبك. كمان عندك طريقة معينة وغريبة، في سر غريب فيك لجذب القلوب والارواح، وربنا هيجعل عندك جمال ومحبة سبحان الله فيها قبول لكل الناس، كل الناس تحبك. لكن في حاجة عايزاك تفهمها، في اشخاص هتقرب ليك الفترة ديت. الاشخاص دي ممكن تكون عندها بعض التعب الروحاني او المشاكل الروحانية، وممكن انت تجذبهم لان روحك نقية. فخلي بالك ما تقعش في الحب، لان ده ممكن يكون طاقة استشفائية او حد من قربه ليك انت بتعمله استشفاء غصب عنك. مولود برج السرطان يوم الخميس الجاي بإذن الله هتكون على المكانة الأعلى، أو يوم الخميس الجاي في حاجة حلوة هتحصل لك بإذن الله، أو هتكون حرفيا في خير كبير هيكون عندك، في حاجة حلوة بإذن الله يوم الخميس الجاي هتحصل لك. عايزين برضو نكون متفقين ان مواليد برج السرطان الفترة اللي جاية انت هتقف على رجليك وهتقدر تاخد نفسك. ممكن يكون عندك بعض الاوجاع في الجسد او في الايدين او في الرجلين، وحاسس ان انت عندك دوخة، مش عارف تقعد، مش عارف بتنام. الفترة ديت انت مريت بمشكلة صعبة، او مريت بتنمر، او مريت بإساءة كبيرة. الحاجات دي كلها تعبت نفسيتك وخلتك تاخد بعضك كده وتتعزل لوحدك. احلى حاجة ان انت فسد دماغك، ما عادش عندك استعداد للقيل والقال، ان انت خدت بعضك وركزت على نفسك واثرت كل حد، ومش عايز تعرف حد، مش عايز تكلم حد. دي احلى حاجة. عايزة افهمك ان اي حد تكبر عليك، اي حد اذاك، الشخص الروحاني يا جماعة غير. الشخص الروحاني من خير خلق الله على الارض، بيعامل معاملة ما هو مش شخص عادي، فعشان كده بيستحمل مشاكل كتير وأسى كتير. يعني ربنا خلقه زي الدبابة كده اللي بتكون مدرعة ومؤهلة ان الرصاص ما يخرمهاش او يتعوج فيها، مصفح يعني. فبيعدي عليك مشاكل كتير، عثرات كتير، مصاعب، حاجات كتير صعبة محدش يستحملها كالإنسان العادي. فالفترة ديت عايزة افهمك ان كل الكائنات اللي حواليك بتخدمك، حتى الشياطين والابالسة بيخدموك. هتقولي ازاي؟ اعوذ بالله. هقولك والله بيخدموك عشان خايفين منك. يعني خليني جيت ان انا عملت لك مشكلة، او ان انا جيت عليك او كده، انت قلبك بيزعل، وقلبك لما بيزعل سبحان الله، او تقول حسبي الله ونعم الوكيل على اي حد، الدنيا كلها بتبقى متكربسة. فبيحضر معاك حضور قوي. مولود برج السرطان الروحاني لما تكون روحاني كده ليك تقولك كده، وعديت باختبارات كتير، ويعني ليه جامد في الداخلية، يعني جامد في الروحانيات، مش جامد ان انت بتعرف تشوف، لا واعي. يعني انت عديت بمصاعب كتير، او بدأت تعرف انت مين، وعرفت ذاتك، ونوهت عن نفسك، وبدأت تشتغل عليها. فايه اللي بيحصل معاك
لما حد بيجي عليك او يأذيك اذى بين، قلبك بيحزن وقلبك بيزعل. وعشان كده في كذا مرة نقول ايه، برج السرطان قلبه طيب، ده ربك رب قلوب. لما بيحصل حاجة او حد يجي على مولود برج السرطان ما بيكسبش ليه بقى؟ هي ديت نقطة الصفر اللي احنا عايزين نوصل لها، ان انت من الاشخاص اللي معاك رفقة قوية جدا جدا، مش رفقة واحدة. يعني ممكن تكون الحتة ديت عايزاكم تركزوا فيها قوي، عشان عايزة افهمها لكم من ناحيتين، بس هكملها لكم الاول زي ما انا عايزة اقولها، وبعد كده هفهمكم تاني. بس استنوا عليا اكتبها. عشان هرجع انساها، ومش عايزه افهمها لكم ضروري. دلوقتي احنا متفقين ان اللي بيجي عليك بيتأذى، فانت بيحضر معاك حضور قوي، حضور قوي بقى نوراني ظلامي، هي دي اللي انا هفهمها لكم بعدين. من كل ملائكة، دعم الهي، كل حاجة بتحصل معاك ملائكة، فبيبدأوا ان هم يكونوا درع حماية ليك، وبدأوا ياخدوا حقك من اللي ظلمك. فعشان كده اللي اذاك لو ما جاش واعتذر لك او صلح اموره معاك، بيشوف ايام طين. ازاي؟ بيفكر بقى هنا نقطة الصفر بقى برضو. كل اللي بيفكروا ان مواليد برج السرطان يقول لك ايه ده بيعمل اعمال، لان طبعا على طول بيكون في رد، على طول بيكون في هجوم. فبقول لك ايه ده بيعمل اعمال، ده ما سبناش في حالنا، ده احنا يا دوب قلنا له ولا زعقنا له ولا شتمناه، يا دوب اتشكلنا معاه الحاجه باظت، العربيه باظت، انا عيت ودخلت المستشفى، مش عارفه ايه. فمن هنا بيبداوا يشوهوا سمعتك، ويبداوا يخوضوا في اعراضك، ويقولوا عليك ما ليس فيك. ما يعرفوش ان هم كل لما بيخوضوا اكتر، كل لما هيتوحلوا اكتر، وهيفضلوا في الخراب اكتر. كمان مولود برج السرطان الروحاني اللي عنده وعي كافي، يعني ايه بقى الطاقات الظلامية او الشيطان نفسه بيخدمك؟ ركزوا معايا. انت معاك رفقة روحانية ربانية، ومعاك رفقة، وفي رفقة ظلامية. الرفقة الظلامية ديت برضو الموضوع ده في نوعين، هقول لكم عليه. كل لما اجي افهمكم نقطة يطلع لي نقطة في دماغي اكتر، سبحان الله. الرفقة طبعا الروحانية بتساعدك، اللي هي الملائكة، الأرواح المتوفية، الدعم الإلهي، الملائكة دول بيساعدوك لأنك روحاني، وبيغاروا عليك طبعا وبيحبوك. الشيطان بقى، الشيطان والحاجات دي الظلامية بتساعدك ليه؟ هل انت ليك مرة عليهم او بتتعامل معاهم؟ لا والله ما بتتعامل معاهم، بس هما بيخافوا لان انت لما بتزعل او بيحصل لك بعض التعصيبات او بعض المشاكل او كده، انت بيحضر معاك حضور فظيع، حضور قوي، بيخلي كل اللي حواليك تقعد بقى تقرأ ورد. حضورك وقوي. ورد الشخص الروحاني غير، يعني انت لما يحضر معاك رفقة صالحة بيبقى صوتك متغير، بتكون قوي زيادة عن اللزوم، بتخوف، بتكون كل حاجة كده، عارف كده لما بتستجمع قوتك كده وتطلع تحس ان انت هتهد الدنيا. فهم بيخافوا من ردة فعلك او من حضورك، لان قوتك هتخلي ان كان اسحارهم، ان كان اعمالهم، ان كان كل حاجة هتتخرب. لان انت لما بتبقى ساكت اديك ماشي مسكتينك ومثبتينك، انما سلام قول الرب الرحيم لما بتفور وكل حاجة توصل معاك
لحد دماغك كده، كل حاجة بتحضر وصوتك بيتغير، كله بيدافع عنك، بيكون معاك بقى بتدعي ربنا. وانا قلتلكوا قبل كده دموع الزهري بتهز من 7 أرض ل7 سما. دموع الزهري بتهز من 7 أرض ل7 سما، لأنه كائن محصن ومهيأ ومخلوق، وربنا خلقه وصنعه بطريقة معينة. خلطتك غير خلطة الناس العادية، عشان كده ناس كتير بتكرهك. قلنا ان انت خلطة من النور والطين. النور ده بيخلي الاشخاص الظلامية او الاشخاص اللي عندها غل وحقد يبانوا على حقيقتهم في حضورك، فعشان كده بيكرهوك. فانت لما بتبكي او بتزعل او بتتأزم، في رفقة فظيعة بتحضر زي جيوش كده بتيجي تصد وترد عنك. فالشيطان بيحاول يساعدك عشان يكتمك. سكتوه، قعدوه ساكت، ما تخلوش يطلع لنا بدل ما ينط في وشنا. انتوا فاهمين قصدي؟ انا بكلمكم بطريقة عامية توصلكم اللي جوايا كده، مش بحب افخم الكلام، لان يعني النبي عربي، انا بحب اوصل كل حاجة لكل شخص فاهمها يفهمها توصل له. فالشيطان عشان كده بيساعدك وبيسخر لك الامور وبيبدأ يأذي الشخص اللي اذاك. فهمتوا؟ كمان في حاجة عايزة افهمها لكم، افتكرتها، اللهم صل على سيدنا محمد. ناخد شوية قهوة. الحاجة اللي عايزة افهمها لك ان انت مش شخص ظلامي، لكن تعرف تفك الاسحار والحاجات الظلامية. ليه؟ بعض منكم الشخص الزهري الواعي اللي طاقته رائعة، اللي بيشتغل على نفسه، اللي بيجمع بين زهرية العين والدم والروح وكل حاجة، بيجمع، بيكون فيه مش صفة واحدة، مش صفة واحدة، بيكون فيك صفات كتير، وبيكون عندك علم لدني. ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي بيبقى مختار الحاجات دي ملناش فيها، زي ما انت ملكش في شكلك حاجة. يعني ربنا خالق وشي غير وشك غير وشك، فملناش، دي من عند الله. سواء بقى خلقني سودا، خلقك ابيض، خلقك بامبي، ملناش دعوة، دي حاجة ملناش فيها كلام. برضو ربنا حاطط الصفات دي كلها في اشخاص معينة، لكن الاشخاص دي بتقدر تعمل ايه؟ عشان كده هنا مربط الفرس. هنا بيقولك الزهري او الشخص الرباني الزهري الروحاني لما بيقدر يفك الطاقات السفلية والطاقات الظلامية، يقولك اشتغل سفلي بتاع اعمال. طيب خليه سفلي. طب ما بيعرف يفك السحر الاسود، اصعب واخطر انواع السحر. والسحر الاسود ده عشان نبقى متفقين لازم ياخد حد وحد يموت، لازم ياخد حد وحد يموت. الشخص بقى اللي بقولكوا عليه اللي هو بيكون واعي زيادة عن اللزوم، ده بيكون خيرة الزهريين. يعني ده نمبر 1، زي النحل كده. في نحل كتير، عامة الشعب من النحل، ما تضحكوش، انا بتكلم بجد اقسم بالله. وفي ملكة النحل كده الزهريين في درجات، ولكن في حد متميز فلتة. ربنا خلقنا فوق بعضنا درجات برضو ملناش فيها. في اشخاص من الزهريين يفكوا السحر الاسود، يفكوا طاقتهم قوية، يفكوا السحر الاسود، السحر السفلي، الاسحار العادية المدفونة، الاسحار العلوية السفلية، كل انواع السحر، الهوائي، الطيار، المربوط، الزواحف، كل حاجة من عند الله. ليه ربنا عطله قدرة بكده؟ فهنا الجن بيدخل او الشيطان بيدخل للشخص ده، لانه بيكون اخطر انواع المخلوقات. يعني انت جاي تبهدل لنا الدنيا. فده اللي بيكون زي المداح كده يا جماعة. ليه؟ اللي بيبقى معاه دعم الانبياء، اولا دعم الله، دعم الانبياء، دعم الملائكة، دعم اولياء الله الصالحين، دعم ارواح، دعم جن مسلم
وفي جن تاني برضو بيطيعه، عشان تبقوا عارفين ليه. لانه من اخطر ومن اقيم ومن اعلى درجات الروحانيين. فهنا الشيطان بيبدأ يدخل في قلب الشخص ده قبل ما يعرف نفسه ان هو شخص مختلف، شخص منبوذ، الناس بتتشائم منه. وبعد ما يبدأ يوصل لمكانته العالية ويعرف نفسه ده، لو كمل يعني وعاش وعدى من المخاطر السوداء اللي هم بيعملها له، والفخوخ والعمليات والموت والحوادث اللي هم بيدبروها له طول الوقت ده طبعا، وعدى ووصل وفهم نفسه وعرف نفسه، بيدخلوا ايه بقى؟ بيخلوا الناس بقى ضعيفة النفوس اللي تطلع بقى ايه تهاجمه. انت شخص بتعمل اعمال، انت شخص سفلي، انت شخص بتعمل اسحار، مع ان هو ده مدعم ومخلوق بطريقة معينة من عند الله سبحانه وتعالى. وربنا عامل زي الدبابة المصفحة كده، بيقدر يفك ويصد الحاجات دي كلها بقوة الله وبرحمة الله. عشان كده ربنا خلقه يساعد الناس، لان طبعا رسالة الانبياء اقتصرت عند سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده اولياء الله الصالحين بدأوا ينشروا، بدأوا يكون لهم كرامات، بدأوا يساعدوا الناس. مين بقى اللي لسه؟ المستخلفين، اللي هم الروحانيين المدعمين اللي يقدروا يساعدوا الناس. عشان كده الدنيا بقت صعبة جدا زيادة عن اللزوم. لكن هنا بيكون في فرق بين الطاقات الظلامية والسحرة والمشعوذين وبين الشخص ده. هنا الدنيا بتقع في بعضها، لا الناس العادية بتبقى فاهمة الشخص ده ولا فاهماه ولا عارفاه، ويبدأوا يهاجموه مع انه هو خير عليهم. وساعات الناس اللي اقرب الناس ليك هي اللي تهاجمك. ليه؟ لان الضربة لما بتيجي من شخص مقرب ليك بتكون صعبة جدا عليك. ليه؟ لان الشخص الروحاني ده بيكون اصيل وبيحفظ العيش والملح جدا. ولكن حذاري حذاري ان شخص زي ده اي حد يسيء له او اي حد يتجبر عليه، لان حرفيا الشيطان نفسه بيساعده خوفا منه، بيساعده ان هو بيأذي اي حد يأذيه. لان لو قعد وسبح وركز وحضر كل قوته اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له وهو مخنوق والدموع مالية عينيه، اقسم برب العباد اللي اذاه ما هيطلع عليه نهار. عشان كده كله بيسكته، مش عايزين نسمع صوتك، ما تحضر لناش الاوراد و و و و و و وبيبداوا بقى الرفقه ديت كلها تساعده وتنتقم من كل شخص تجبر عليه. فخلي بالكم ان حقكم راجع راجع. كمان عايزه اقول لكم ان انتوا في مرحله حلوه قوي من حياتكم، داخلين على مشارف مرحله جديده. كل لما بتبقوا تعبانين، الدنيا مش لطيفه معاكم، وحاسين بطاقه، حاسين بطاقه خمول، طاقه تعب، اعرف ان انت هتنط نطه جديده. النطه الجديده دي بقى ايه؟ ولا اوعى وشك. فما تحطش حد في بالك. هتسجل وهتدون كل انجازاتك. بدأت في مرحله الانجازات وهتعمل انجازات عالميه. انت يعني هتسجل انجازاتك يعني بدأنا بقى في مولود برج السرطان، بدأنا في مرحلة ان احنا هنبدأ نسجل الحاجات اللي نجحنا فيها، ونجاح غير طبيعي اللي انت نفسك ما كنتش مصدقه. كمان شايفة ان الفترة ديت من مولود برج السرطان هتهتم بشكلك قوي. انثى السرطان ممكن تعملي حمام مغربي، تقعدوا بقى تروحوا صالونات. شايفة في طاقة جمال، شايفة في مسك عنبر، روائح جميلة، ملابس جميلة، ممكن تشتروا ملابس داخلية. شايفة في حاجات جميلة. شايفة كمان ان انت هتكون بخيل الفترة ديت شوية، مش بخيل، هفهمها لكم، مش بخل. هتحط كل حاجة مكانها الطبيعي، هتبدأ تقف كده زي ما تكون كنت نايم وصحيت. كل حاجة في مكانها، هتبدأ تعين ده وتعين ده وتظبط كل حاجة، هتبقى منظم ومرتب. ليه؟ لان انت مش عايز تتحرج، مش عايز تاخد حاجة من حد، عايز ربنا بس اللي يتولى امرك. فدي حاجة كويسة جدا ان انت تعتني بنفسك. فالفترة اللي جاية ممكن تشتري عقارات، ممكن تشتري عربية، ممكن تعمل وديعة في البنك، ممكن تسافر برا البلد اللي انت فيها.
ممكن تعمل فيزا، تعمل اقامة، في شرايح كتير انت هتدخل فيها الفترة اللي جاية. مولود برج السرطان، شايفة ان في ناس تجبرت عليك، هترجع تتكلم معاك، هتحاول تكون جنبك، مش عايزة تخسرك، لكن في ناس منافقة زيادة عن اللزوم هتلاقيها حواليك الفترة اللي جاية، وفي ناس كويسة زيادة عن اللزوم هتلاقيها برضو حواليك الفترة اللي جاية. من هنا النهاردة 3 مايو لحد 1/7 او لحد اخر 7، لحد ما عيد ميلادك، كل شهر وانت طيب وكل سنة وانت طيب، ما عدا عيد ميلادك بقى يبقى يخلص، دي هتكون اخر فرصة لكل اللي حواليك، وانت في قرارة نفسك من غير ما تقول لحد. الشهرين دول حرفيا انت عاطيهم كده مساحة، عامل سبيس لكل الناس اللي حواليك اللي هيتغير. عارف سفينة نوح؟ انت مجهز سفينة يا معلم بقى في الدرة، وانا هاجي هفضح الدنيا وهقول كل اللي انت مهببه. مجهز سفينة في الدرة، مجهز نفسك لنقلة نوعية غريبة مش هتتكلم عنها، سايب الكل يصفي نفسه، واللي هيكون جدير بالثقة هاخده معايا في السفينة، لان بعد عيد ميلادك في انطلاقة فوق سقف طموحك، عيونك نفسها ما تعرفش تجيبها، دي جاية من عند الله سبحانه وتعالى. فخلينا نكون متفقين ان اي حد هيجي عليك هيلاقي مصرعه حرفيا. مولود برج السرطان، شايفه ان هيجيلك اتصال هينرفزك شويه، ولكن انت هتكون منتصر، ربنا سبحانه وتعالى هينصرك نصر ما بعده نصر. مولود برج السرطان، شايفه ان انت ممكن تروح مكان وهيكون فيه ذهابا وايابا، يعني في هتروح كام يوم وهترجع في عوده. مولود برج السرطان، شايفه ان انت من الاشخاص اللي مشتاق لحد متوفي، في حد متوفي عايز تقعد تتكلم معاه، عايز تكلمه، عايز تشكيله، عايز تقوله في حاجات كتير جوايا. لكن شايفة كمان ان انت من الاشخاص غير المنافقين، يعني انت من الناس اللي الفترة اللي جاية كل الناس هتتلم حواليك عشان انت انقى حد، يعني اللي بيتكلم معاك وبيحس بنقاء طبيعي، بيتكلم معاك وبيحس ان انت شخص نضيف من جوه، حتى اعدائك بتحب تتكلم معاك. الفتره ديت في ناس بتدبر لك لمكيده، في ناس بتدبر لك لمشاكل، في تسويق سمعه، ولكن سبحان الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. محدش هيقدر يتجبر عليك لان ربنا سبحانه وتعالى حميك. شايفه ان انت اصولك اصول راقيه، اصول نظيفه، شخص روحاني، مفعل روحانياتك، مفعل الوعي بتاعك. اوعى تزعل ولا تيأس ولا تحزن. تعالوا نشوف لمولود برج السرطان رسائل مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مولود برج السرطان، اول رسالة بتقولك خلي خيالك واسع، غذي عقلك، طلع الموهبة الجميلة اللي عندك، طلع الجانب الابداعي اللي انت بتمر بيه. خيالك لما بيكون تمام وبتكون فايق كده وعارف انت بتعمل ايه، بتبدع، بتطلع ابداع، وانت خلقت للابداع. عمر الوحدة ما كانت سبب انك تزعل او ان انت تحس ان مفيش حد حواليك. الوحدة ان انت تبدأ تشوف او بتتأمل او بتعمل مديتيشن او بتطلع كل المواهب اللي فيك. مولود برج السرطان، انت مش لوحدك اصلا، فريقك الروحي وعائلتك الروحانية كلها حواليك. في حد من مولود برج الجوزاء بيقولك خليك واضح وما تكونش غامض، وكمان في اشخاص كتير عندها فضول عايزة تتعامل معاك، فما تقولش لحد على اسرارك وما تتكلمش مع اي حد ما يستحقش وما يسويش. في صداقة هنا بيقولك افهم الصداقة، انت داخل في العلاقة دي ليه، وافهم الصديق ده موجود في حياتك ليه، عشان في علاقات صداقة ممكن تتحول لحب غصب عنك وانت ترجع تزعل تاني. في صداقات بتكون طاقات استشفائية، ممكن تكون دعم، ممكن يكون شخص متلهف ان هو يعرفك عنده فضول، فما ينفعش تحط الصداقة غير في مكانها الطبيعي.
هتسلم وجهك وامرك لله، هتتخلى عن اي سيطرة، هتكون شخص دائم مطيع جميل. صلواتك كل اورادك هتظبط حياتك الفترة الجاية، هيكون عندك انطلاقة. شايفة كمان الوانك جميلة، شايفة كمان ان انت شخص مثابر، بتعمل حاجات في ناس كتيرة ما تقدرش تعملها حرفيا. في علاقات كتيرة الفترة اللي جاية، وعلاقات هتنجذب إليك بطريقة فظيعة. ما تدخلش، ما تجذبش ناس ليك غير اللي بيخدموا مصالحك العليا. لما حد بيعمل لك حاجة انت بتشعر بالرضا، وبتحب تشكر الأشخاص دي جدا جدا جدا. مولود برج السرطان، شايفة ان في حد من مولود برج السرطان بيقول لك ما تحبش قبل ما تتأكد ان الشخص اللي قدامك بيحبك، ولا تبدأ اي علاقة. خلي المبادرة من الشخص الآخر، وكفاية وجع قلب لحد كده. مولود برج السرطان، عندك وفرة رائعة، بيقولك وفرة ملهاش حدود، وهتظهر الوفرة ديت للخير الكبير اللي انت فيه. مولود برج السرطان هتتحرر من كمية شك الفترة اللي جاية، وصبرك وإيمانك واحتسابك بيعلمك ان انت هتوصل لحاجات كتير احسن، وكمان بيوصلك لطريق النجاح. بس بلاش الحزن اللي في قلبك ده، بلاش يعني تزعل ان في خسارات انت مريت بيها. الخسارات ديت ما تزعلش، ده امور كتيرة قوي قوي انت لسه مش فاهمها. اي شخص خرج من حياتك ربنا بيبعده عنك لانه شخص غير صادق غير امين. انت ما تستحقش غير كل خير يا مولود برج السرطان. دي كانت قراءتك النهاردة، بشكركم على دعمكم ليا، محبتكم، بشكركم وبحبكم في الله. دامكم الله نعمة في حياتي. مع السلامة.